هنعمل مع بعض النهاردة الزيتون الأسود. ليه طريقة معينة في التخليل يا بنات. أنا كنت جايبة نوعين، جايبة الأسباني وجايبة الكلاماتا. هما النوعين دول المفروض كنت هعمل كل واحد لوحده، بس في الآخر قلت هعملهم مع بعض بنفس الطريقة. طبعا بغسله كويس جدا، وأول حاجة بنعملها إن احنا بنغلف الزيتون ده كله وهو سليم، ما بتعمليش فيه أي خروم ولا أي حاجة. أنا هدلق عليه كيس الملح ده، وطبعا لو عندك ملح خشن هيبقى أفضل بكتير، بس أنا ما عنديش غير الملح الناعم ده، فهغلف الزيتون كله بالملح. حطي عليه كمية ملح مناسبة إن الملح يبقى واصل لكل الزيتون. قلبي بقى الزيتون مع الملح لحد ما يتغلف بالملح كده زي ما انت شايفة. هنقله في مصفى، لازم تحطيه في مصفى، والمصفى تكون بلاستيك او ستانلس زي دي، ما تحطيش في حاجة ألمونيا عشان الملح ما يبوظهاش او يتفاعل معاها. هنقله في المصفى، حطيها برضو على طبق او على حاجة عشان المية اللي هتنزل منه ما تبهدلكيش الدنيا. فضي الزيتون في المصفى بتاعتك، وبعدين لازم نغطي المصفى دي بحاجة. الملح طبعا اللي لزق في الطبق مكان المية لازم تنزليه، وهحط عليه الصينية دي برضو ستانلس، ما تستخدميش اي ألمونيا مع كميات الملح دي، يا بلاستيك يا ستانلس. وحطي عليه حاجة تقيلة، لازم تغطيه وتحطي عليه حاجة تقيلة علشان ينزل كل العصارة المرة اللي فيه. وبتركنيه بقى في المطبخ في أي حتة كده لمدة 3 أيام. كل يوم بتفتحي عليه تقلبي الملح فيه كويس، وبعد 3 أيام هنشوف. ده بعد 3 أيام الزيتون نزل كل السوائل اللي فيه، كرمش كده زي ما انت شايفة. لازم يكرمش معاكي كده وتحسي ان الزيتونة نزلت كل السوائل اللي فيها، والملح طبعا بينزل منه كمية مع السوائل اللي نزلت. ماسك نفسه، مش مهري مش بايظ، بس المية لما نزلت منه هو اتكرمش كده. لازم يبقى ده شكله علشان نبدأ نشيله. ودي طبعا المية او المر بتاعه نزل في الطبق اهو، شايفة كل الاسود ده نزل منه في ال3 ايام اللي احنا سيبناه فيهم في المطبخ. وده طبعا بيترمي. هاتي بقى الزيتون بتاعك زي ما هو كده، رجعته في الطبق تاني مكان الملح، وانزلي عليه بمية سخنة بتغلي، مية من الكاتل كده غليتها، وانزلي على الزيتون وسيبيه بقى لحد المية ما تبرد عليه خالص، ما تتعامليش معاه ولا تقلبيه ولا تحطي له ملح ولا تحطي له اي حاجه. هو هيشرب من الميه السخنه دي وهيرجع يتنفخ معاكي تاني زي ما تكوني لسه شارياه. بسيبه كده لحد الميه ما تبرد خالص وهرجع لك. شايفه حتى احنا لسه بنتعامل معاه، شايفه بدأ ينفخ ازاي. شايفه حتى اول الميه ما نزلت عليه هو بدأ ينفخ تاني، يعبي ميه مكان اللي نزلت، ميه حلوه بقى مش مره. هسيبه لما يبرد ونرجع نعبيه. وادي الزيتون بعد المية ما بردت عليه وصفيناها، برضو برجع ارش عليه ملح تاني. حطي بقى المرة دي كمية ملح قليلة، مش زي المرة اللي فاتت حطينا كيس الملح كله. انا حطيت عليه بس تقريبا نص الكيس عشان ده الملح اللي هنشيله بيه. البرطمانات نضيفة ومتعقمة، ولازم تحطيه في برطمانات ازاز. الزيتون الاسود ما ينفعش تحطيه في حاجة بلاستيك. هنعبي بقى البرطمانات بتاعتنا. ما ينفعش نحطه في بلاستيك يا بنات، لان ده ما بيتحطش عليه ميه وملح زي المخللات العاديه، ده بيتنقع في زيت زيتون، فما ينفعش زيت الزيتون يتحط في حاجه بلاستيك لمده طويله. لازم الزيتون الاسود يتكبس في برطمانات ازاز. هعبي بقى البرطمانات بتاعتي واوريكي. زي ما انت شايفه كده البرطمان اتملى خلاص، وكبسي دوسي بايدك كده واضغطي في الزيتون خليه يدخل في بعضه. انا بحب احط له شويه حبه البركه. حبه البركه ماده حافظه للزيتون، وكمان بتخلي لونه يفضل وبتدي له ريحه حلوه قوي. بحط كمان ورقه لوري، ورقه واحده بس من ورق اللوري بتفرق جدا في ريحه وطعم الزيتون الاسود. ده زيت زيتون بكري زي ما انت شايفه كده. الزيتون ده زي ما قلتلك لا بتحطي عليه ميه ولا بتحطي عليه ملح، الملح بتاعه هو ملفوف فيه ومنقوع فيه من وهو لسه اخضر او من هو لسه ناشف. وهننزل عليه بقى بزيت زيتون لحد نص البرطمان، ما تكمليش للاخر لان برضو الزيتون لسه هيطلع الميه اللي فيه تاني. شايفه الزيت وصل تقريبا لحد نص البرطمان او يبقى ربعه من فوق كده فاضي. وهنحط كمان شويه من عصير الليمون، يعني هتجيبي نص كيلو ليمون كده وتعصريه. لو مش عندك الليمون ممكن تحطي بديل الليمون، يعني البرطمانين دول هيبقوا عايزين كيلو ليمون تعصريه وتحطيه عليهم. لو مش عندك ليمون ممكن تستخدمي بديل الليمون، ده بيبقى حلو جدا في المخللات. انا بحب استخدم بديل الليمون ده في المخللات، بيبقى حلو جدا مع المخللات. غطي بقى البرطمانات بتاعتك وشيليها في مكان في المطبخ، يا ريت ما يكونش بيتعرض للضوء قوي، يعني لو عندك ضرفه مقفوله كده ما بتفتحيهاش كتير. ما تخليش الزيتون ده يتعرض للضوء كتير عشان يديكي نتيجه احسن في الاخر. بعد 10 ايام تقريبا فتحت على الزيتون، تعالي اوريكي بقى. شايفه قد ايه جميل
زيتون أسود أسباني وكلاماتا عمرك ما هتلاقيه في أي محل، عمر ما في محل هيكلف التكلفة دي ويخلله بالطريقة دي. اعمليه في البيت أحسن بكتير. شايفة الزيتونة بعد ما كانت ناشفة من الملح ومكرمشة شربت من زيت الزيتون ونفخت تاني، وطبعا ما فيهاش أي طعم مرارة، متملحة ملحها مظبوط جدا، واخدة من ريحة حبة البركة ومن ريحة ورق اللوري، طعمه تحفة. شايفة قلبها من جوه مستوية زي الزبدة، احنا لا سلقناه ولا عرضناه للنار. شايفة البرطمان التاني حبة البركة مع ورقة اللوري مدية لون وريحة للزيتون مش طبيعية. جربوا يا بنات الطريقة دي حلوة جدا وهتعجبكم، هتدعولي واكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.